بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اخواتي وحبايبي ومتابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي يا حبايبي، يا رب ما تحرم منكم دايما. طب تعالوا النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل كده بانيه ينفع برضو سندوتشات للمدارس، ينفع برضو فطار، ينفع غدا، ينفع عشاء برضو ما شاء الله. انا عموما زي ما انا بقول لكم كده، انا اولادي مش بياكلوا فصوص الصدور، مش بياكلوا الصدور لانها تبقى فصوص جامده، فانا بضطر ان انا اعينها. هما انا على طول بجيب فخاد، يعني في خده كده، وبعدين لما بجيب فراخ كامله بشيل الصدور زي ما انتم شايفين يا حبايبي. تعالوا نشوف التتبيله الجميله بعد ما غسلنا الصدور بتاعتنا ونقعناها بميه النقع بتاعتها، اللي هي الملح والسكر والليمون ولتر ميه، وبننقعها لما ريحتها بتبقى جميله جدا. طب تعالوا نشوف التتبيله بقى. النهارده غسلناها ونشفناها كده وبقت جميله، وحطيناها على الرف في التلاجة، وهنطلع بقى نعمل التتبيله. معانا يا حبايبي ايه؟ معانا فلفل وبابريكا، ومعانا بصل بودر وتوم بودر وملح، ومعانا يا حبايبي ليمونه، عصره ليمونه، ومعانا بيضه، ومعانا ايه معلقتين زبادي، ويا حبايبي ايه البهارات الجميله دي، ومعانا برضو ايه 7 بهارات ماشي. وبنقلب التتبيله الجميله دي كده في ايه في بعضها في بوله كده، وابتدي اقلبها. انا ايه انا بفصل بقى وابتدي اقلبها كده تقليبه جامده كده مع بعضها عشان تمتزج بالتتبيله بتاعتها الجميله دي، وبحطها على الرف، بغطاها بستريتش او بلاستيك، وبحطها في التلاجة بقى مده شويه كده في التلاجة لما تمتص كده وتبقى ايه ما شاء الله. لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايبي حطوا لنا كومنت حلو كده، ولايك جميل يشجع الفيديو الجميل ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم مني باذن الله ماشي يا حبايبي. طيب بعد كده هنغلفها بايه بقى؟ بعد ما عملنا كده هنغلف بايه بقى؟ هنغلفها بقى في اللي هو الكريسبي، اللي هو انا زي ما برضو عاملاه في وصفات ليه قبل كده، بجيبه من العطار يا حبايبي، بس بيبقى خشن، انا بضربه في الكبه بينعم شويه كده، وبيبقى ايه عشان يعني يمسك على على البنايه يا حبايبي ماشي. بعد ما انا ما بغلفه بعد ما بطلعه من التلاجة ما شاء الله بيبقى متبل كده واخد طعم التتبيله، بقوم بقى ايه جايبه القطعه، وكون عامله بقى ايه معلقتين دقيق على معلقتين فيجيتار على معلقتين مش فيجيتار بقى اللي هو الكريسبي قصدي، معلقتين يعني كميه من الكريسبي على قد ما تقضي التتبيل بتاع البانيه بتاعنا، ومعلقتين نشا ومعلقتين دقيق يا حبايبي ماشي. وبنغلفهم بيه ما شاء الله، وبنبهرهم برضو بالبهارات ملح وفلفل، وبنبتدي بنعمل زيت بقى مش برضو كتير معقول يعني، وبنحمر البانيه بتاعنا الجميل دوت بقى فيه ما شاء الله، بيطلع جميل معانا جدا. بس يبقوا صفوا الزيت يا حبايبي، غيبوا صفوه عشان الكريسبي ده بيعمل ايه بيعفر الزيت شويه ماشي. بنحمره بقى يا حبايبي يطلع جميل. تعملي بقى مع مكرونه، تعملي بقى مع اكله عيش، تعملي بقى برضه زي ما بقول لكم بينفع فطار او عشاء او للسندوتشات للمدارس، بيطلع جميل ومقرمش وما شاء الله بيبقى جميل جدا يا حبايبي. جربوا وصفه حلوه، لو ولادك ما بياكلوش صدور الفراخ اعملها الوصفه دي الجميله دي. فعلوا زر الجرس يا حبايبي عشان كل جديد يوصل لكم مني، وحطوا لنا لايك جميل كده عشان الفيديو يترفع، واللي ما اشتركش في القناه بتاعتي اشترك يا حبايبي، دايما اشتراككم بيسعد. يا رب دايما اشوفكم على خير، مع السلامه.